كيف تعمل المرأة بالتوفيق بين العمل الميداني والتقاليد الاجتماعية وكيف تتخطى؟ أكيد يعني في صعوبة من هاي الناحية يعني لمّا المرأة تلعب دورها في العمل أكيد راح تواجه هاي الصعوبات، فهي عم تحاول وعم تكافح إنه تعمل تنسيق وتوازن بين عملها سواءً في البيت وفي مواجهة العادات والتقاليد المجتمعية وبين الواجب المنوّط عليها إنه نعم، تواصل عملها. نعم. ففيني أجيب مثال لمّا القافلات اللي راحت على مناطق الساحل، فأغلبًا كانت نساء، والنساء هونيك لعبت دور كتير فعّال إلى جانب زميلها، فهون كسرت الحاجز إنه أكيد الأهالي كانوا يمنعوها تروح على هاديك المناطق، لإنه بحكم إنه هاديك المناطق كلها فيها خطورة وفيها يعني فهون هي لعبت دورها وصممت وأكدت إنه هي قادرة إنه تواجه هاي الصعوبات، وقادرة إنه تثبت وجودها كامرأة في جميع الحالات المجتمعية. نعم. فبالساحل كنا نواجه خطورة، أنا أحد الأشخاص أنا رحت على الساحل، فواجهنا خطورة ب هونيك يعني، فرغم هالشي هذا تلافينا هاي الخطورة. يعني فيني أحكي موقف لمّا الرفيقات والرفاق كانوا يوزعوا المساعدات على القرى، فكان أحد العناصر الأمنية هناك موجود معنا كمان بالسيارة كترفيق إلنا يعني، ف الحاجز هناك وقّفهم إنه أنتم إيش عم تعملوا هون؟ يعني بدّن يعملوا عراقيل مشان إنه ما نوزّع هاي المساعدات، فإحدى الرفيقات صارت تقول له إنه أنتِ بأمانتنا لا تخاف، هالشي هذا يرسّخ قوة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، نعم. يرسّخ وجودها وكيانها وإنه هي تقدر تواجه جميع الحالات وجميع المخاطر يعني وتصميمها على استمرار في عملها.